ينفق على عياله مثلا ويقول كلوا. أنتم مش حاسين بحاجة، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. وأنتم شايفين اللي إحنا شايفينه. كلي أكل ما شفتوش في بيت أبوكي، البسي لبس عمر أبوكي ما جابهولك، احمدوا ربنا على العيشة اللي معيشها لكم. هو أنتم شايفين حاجة ولا حاسين بحاجة؟ ارحم نفسك. عايزك تاخد نفس وتخف عن نفسك. والله مش عايزك تعيش كده، مش عايزك تتكلم كده، مش عايزك تاخد الدنيا على صدرك كأنها حمل عليك. انت اصلا مش شايله، انت مش شايله، انت عبد ماشي في الدنيا دي. والله يعطيك، بيعطيك امانات، دي لامك ودي لابوك ودي لزوجتك ودي لولادك ودي ليك. الرزق اللي جاي لك ده مش ليك انت وانت بتتفضل بيه على اللي حواليك، ده انت امين عليه. والله سبحانه وتعالى سيسألك. مش مصدقني؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض. حبسها عندك يبقى رزقها معاك، اديها. ما ادتهاش يعذب الله سبحانه وتعالى بذلك يوم القيامة. يبقى أنت لما تنفق هذه النفقات لابد وأن تنفق بصدر بصدر رحب وبنفس سخية، وتعطي أولادك الكلمة الطيبة قبل النفقة، فإن الكلمة الطيبة تجبر الخاطر. أما النفقة التي يتبعها صاحبها الكلمة السيئة تكسر الخاطر